هاي على سلامتكم الناس الكل. ان شاء الله يا رب تنجموا تتحملوني ونفهموا بعضنا شويه. يعني السؤال الاولاني هو علاش احنا ما شفناش تونس تتصرف كما ينبغي انها تتصرف؟ يعني احنا تونس واضح انه المشكل هذا بتاع الافارقه جنوب الصحراء ما نجموش نتعاملوا معاه وحدنا، او احنا نتناقشوا مع الاوروبيين والغرب بصفه عامه وحدنا. اولا المشكل ما يعنيناش احنا بركه، يعني كل الدول الافريقيه بما فيها الجيران. يعني المشكل يخص الاتحاد الافريقي ويخص عديد المؤسسات الافريقيه الاخرى، ولما لا حتى يعني جامعه الدول العربيه بصفه احنا دوله عربيه. يعني من المفروض شنو؟ من المفروض احنا نتعاملوا مع اوروبا عبر الاتحاد الافريقي وعبر المؤسسات الكبيره ككتله من الدول مع بعضها. ايش معناها؟ معناها حقه على الاقل، اقل حاجه هذه، ثم ثلاثه مسؤولين على الدوله كبار راهم ما يقفوش، راهي رحلات مكوكيه واجتماعات طارئه، وزير الخارجيه وزير الداخليه ورئيس الجمهوريه، نستقبلوا ناس واحنا نمشي ونطلبوا يعني اجتماعات طارئه للاتحاد الافريقي وبقيه المؤسسات الافريقيه، وندخلوا كذلك اشقائنا العرب انهم يضغطوا معنا. كانش احنا كيفاش دولة احنا باش نتعاملوا مع اوروبا ونتعاملوا مع امريكا في موضوع الهجرة هذا؟ اليوم موضوع يزعج في العالم الكل. الولايات المتحدة وموضوعها الكبير الاساسي هو الهجرة، باش تعاملوا احنا تونس مهما كانت قوتنا، مانيش نقلل من شأنها، ما نجموش دولة واحدة تتعامل مع قارة اوروبا او تتعامل مع الغرب الكل بما فيه الولايات المتحدة في موضوع كيف هكا بخطاب يلم معناها شويه جيش وكذا، وكل مجلس الامن القومي وكل كلامك هكا حاشاكم يبعبع كالبعير. ما ينجمش ما ينجم. علاش زعما ما يعرفش؟ يا هل ترى حسب رايكم هو عنده رغبه في ترحيلهم؟ ما عندوش رغبه. أو أنا نقول لكم من البداية ومن بعد نمشيو للأسباب ونفسروها. ما ثماش رحيل للأفارقة جنوب الصحراء إلا برحيل قيس سعيد، افهموها هذه. نقفوا هنا نمشيو لحويجة، امشيوا شوفوا ترى ثم لا ريبوبليكا وعديد يعني الصحف الإيطالية ولو موند الفرنسوية وعديد الصحف الأخرى، أما هذوما زعما اللي عندهم أكثر مصداقية، هما عشرات الصحف. على شنو كتبوا ماي اللي فات وانت راجع؟ ما كتبوش على طائرات روسية قاعدة تجي خلسة وتحط في جربة وتفضح الأمر هذايا. وخرجت وقتها الحكاية متاع قواعد عسكرية روسية وموانئ عسكرية روسية في تونس واتفاقيات بالأمارة. وقتها لافروف هاو مشى للجزائر، هاو جاي لتونس، هاو كذا، ثم زيارة لبوتين ولا قيس سعيد مشي لموسكو بعد ما معناها انكر وسك ودار في الحياصة. ارجعوا للحكاية هذيك، يعني عشرات وعشرات العسكريين الروس اللي جاوا، وهذايا يعني اللي تفطنوا له الأوروبيين والأمريكان. لكن هو مش الجيش الروسي وكهو، يعني مش العسكر الروسي هو وهذا ثابت، يعني مش كلام استنتاجات. هو جاو مدربين من الجيش الروسي، لكن جاو قيادات سابقة في فاغنر، جاو الجربة تابع شنية المخطط هذا. المخطط هذا اللي هو موجود فيه النظام السوري والإيرانيين والروسيين، يعني معهم فاغنر طبعا. تعرفوا القصة الكل من غير ما ندخل في التفاصيل تضيع لكم الوقت وتشتت تركيزكم. هذا اللي الأوروبيين والأمريكان فاقوا به وخرج قلت لكم في الجرايد، وانتم بديتكم تتفكروا يعني حكاية لافروف والزيارات متاع بوتين وهو قيس باش يمشي ولا لا، تتفكروا هذا الكل. هو شنو هذاك؟ هو عنده علاقة بالشيء اللي حكيناه وقلنا راهو هذوما لهم مهاجرين ولهم لاجئين، هذوما ناس مختطفين. قيس سعيد عمل جريمة ضد الإنسانية نورمالمون يتحاسب عليها بالإعدام 200 مرة، حاجة تنحات من قرون في بالنا، اللي هي سامحوني يعني اختطاف البشر اللي كانوا يجيبوهم يا أما باش يكونوا عبيد في الحقول أو عبيد في المنازل، والآخرين يحولوهم إلى مقاتلين، إلى مرتزقة. ما تتخيلوش انه ثم حاجة معقولة وتجي كيف ما انتم تفكروا. هذا انسان مجنون، هذا انسان مهبول،
مهبول بالحق. يعني تخيل انه هو قادر انه يعمل ميليشيات اشنع من الميليشيات المرتزقه بتاع معمر القذافي، اشنع من الميليشيات اللي في تشاد وفي النيجر، على اساس انه فاغنر باش تدرب له قوات مسلحه. تخيل انت، يبدا عملك النياشين ملك ملوك افريق بغل بغال شمال افريقيا. هذا المخطط اللي كان معناها ناوي يعملوا وتفطنوا له ومنعوه، ضربوه على يديه، خاصه الامريكان. هو لا سمع لا اوروبيين لا بما فيهم الطلايين، وصلوا الخبر للامريكان وضربوه على يديه وقصفوه وتخلى وتراجع على هذا. يعني حتى قياداتنا يعني في الاجهزه ما فهموش الموضوع، في بالهم اتفاقها ويمكن مع الروس، لكن هذه هي الحقيقه. علاش يعني الدوله التونسيه ما عندهاش حتى ارقام على الافارقه هذوم؟ علاش؟ في حين انه زوج جمعيات منهم واحده ينتمي لها يعني بصفه رسميه نوفل سعيد عندها كل البيانات نتاعهم وكل حد والتاريخ الشخصي نتاعو، منين جاء، عنده خبره في السلاح ولا ما عندوش، جاء من منطقه ساخنه ولا لا، شارك في حروب قبل، كل شيء موجود بالعمر بالاسم باللقب باسم الاب، كل شيء موجود. والدوله التونسيه حاشاكم سامحوني في الكلمه عاميه، ما عندها عليهم حتى شيء. وزارة الشؤون الاجتماعية شكون اللي عنده بياناتهم؟ شكون يعرف أرقامهم؟ سمعتوش أرقام رسمية؟ اسألوا نوفل سعيد أتو يقول لكم كل الأرقام ويعطيكم كل التفاصيل. المجنون الإمبراطور العريان المهبول، تخيل حاجة اللي مستحيل طبعا انها تصير. الميليشيات مثلا العالم مش مسيب على كيفه، لكن تهيأ له ما عايش في عالم آخر. هو الإعصار دانيال والنباتات بتاع شارع حبيب بورقيبه تتآمر عليه. يعني ده الجر قال لك متآمر، خائن، الاشجار خائنه في شارع حبيب بورقيبه مهبول. يعني هذايا اختطف الناس اللي قلنا راهم ساكن، راهو هم في بالهم شيء التو، ما في بالهم حتى شيء. يعني هم لهم لاجئين ولهم مهاجرين، هذوما مختطفين، ناس اختطفهم باش يعمل بهم ميليشيات متاع مرتزقة، يعني كما نشوفوا فيهم في اليمن وفي الحشد الشعبي وكذا. والواحد مهبول. يعني الامريكان طبعا ما يلعبوش بالمسائل هذه، فهمتني؟ ومنعوا هالكارثة. عاد شنو اللي نحب نقوله؟ اللي نحب نقوله انه السيد هذا تورط في اتفاقيات خاطر بناها هو على برامج اخرى طاحت له في الماء، ما عادش ينجم يتصرف الاولى. ثانيا رحيل هؤلاء مش باش يتم الا برحيل قيس سعيد. يا اولاد الحوم، يا اولاد جبنيانه، يا العامره، يا اولاد الساحلين، يا اولاد حي الزهور، يا اولاد تالا، يا راهو لا مشكل الافارقه ولا المشاكل الاخرى الاجتماعيه من غلاء ومن غيره باش تتفض الا برحيل قيس سعيد فقط. فهمت؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني كان ما نفيقوش على رواحنا اكهو، ما نعرفش وين هاززنا السيد المجنون هذا. اخر حاجه بالله نحب تسمعوها معايا، ناخذ لحظات من وقتكم. نحب نهني السيد الرئيس قيس سعيد بحاجه عظيمه جدا. راهم 10,000 اكثر من 10,000 متر مربع جنينه فقط، يعني بخلاف البيسينات والقصر اللي هو قصر راقي جدا، وحضروا لك فيه اثاث راقي جدا، زاد في حي راقي جدا وين يسكنوا ارقى الناس في العاصمه الجزائريه. قصر يعني قريب من سيدي فرج وحيدره في حي راقي برشا اللي هو قصر الجنرال لزار. هاكا حضروه لك الجيش الجزائري تحسبا لثوره قادمه عليك باش تمشي تعدي التقاعد غاديك انت وعائلتك. وهاكا ما تنساش عاد تهز معاك الكرسي هذاك الويكانز وقت اللي يجي يطلعك خالد نتاع الامن الرئاسي في الطياره. على كل طولت عليكم برشا، تنجموا ترجعوا وتشوفوا المعلومات اللي كنت نحكي لكم عليها كلها موجودة على الانترنت. وربي يحفظ تونس، وكان ما تمنعوش رواحكم يا توانسة، ما عاد يمنعكم حتى حد، والله يعري من عراكم.